السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. فيديو النهاردة موجه للناس اللي عايزين يعملوا بيزنس جانبي هنا في دبي وهم لسه شغالين في وظايفهم عادي جدا موظفين. فلو انت موظف هنا في دبي وفي دماغك الفكرة، كمل الفيديو للآخر ويلا بينا نبتدي الفيديو. في دبي الوظيفة لوحدها مش هتخليك غني أو هتبقى ظهرك وسندك وأمانك لو خسرت وظيفتك، ولا هتضمن لك الأمان على المدى البعيد. لكن في نفس الوقت مش لازم تسيب شغلك عشان تبتدي بيزنس جديد. في الفيديو ده هقولك إزاي تبدأ مشروعك الخاص وأنت لسه موظف خطوة بخطوة من غير ما تخاطر بكل حاجة. ايوه يا فندم، احنا قررنا ان احنا نشتري كل الكتاكيت اللي في السوق، هنربيها. الكتاكيت تكبر هتبيض، البيض هيفقس هيطلع كتاكيت، الكتاكيت هتكبر هتبيض، البيض هيفقس يطلع فراخ، ونفضل نفقس ونبيض والفراخ تبيض ونفقس. مشروع يجنن. بس قبل ما نتكلم في البوينت دي، في ناس بتتفرج علينا وهم لسه اصلا ما جوش دبي وعايزين يشتغلوا في دبي، وفي دماغهم وهم موظفين في دبي اكيد يفتحوا سايد بيزنس او بيزنس جنب شغلهم. فخليني اقول لك اصلا ليه لازم تعمل بيزنس وانت موظف. بص، الشغل في دبي حلو، مرتب ثابت، اقامه، مميزات، بدلات. بس تفتكر ايه اللي هيحصل لو خسرت وظيفتك فجاه، ولا يا سيدي الشركه قفلت، ولا الكفيل ماشي سافر خلاص هاجر؟ اللي عنده بقى بيزنس على جنب كده عنده امان وعنده مصدر تاني للدخل، وعنده فرصه كمان انه يبقى حر في قراره في يوم من الايام. ده غير بقى ان البيزنس في دبي فيه فرص كتير جدا، خصوصا في الخدمات، في التجاره، في التوصيل، في المنتجات الرقميه وغيرهم بقى معلم كتير. فدي كلها اسباب تخليك تعمل بيزنس جنب وظيفتك. تاني حاجة عايز اقولك عليها، ابدأ صغير وفكر بذكاء. يعني ما تبدأش بحاجة ضخمة قوي، وما تقولش انا محتاج راس مال كبير جدا عشان ابتدي المشروع اللي انا بتكلم فيه. ابدأ مثلا ببروجكت بسيط تقدر تهندله من البيت، زي اونلاين مثلا يا معلم. بيع منتجات على انستجرام، قدم خدمات زي الترجمة، التصوير، الديزاين، الاستشارات في الحاجة اللي انت بتفهم فيها. اشتغل في الدروب شيبينج، او حتى اشتغل بانك تأجر الحاجة اللي بتمتلكها زي كاميرا او عربية او معدات عندك مثلا. المهم انك ابدأ صغير وكبرها بقى على مراحل. تالت حاجة هكلمك فيها وهي ازاي تلاقي فكرة بيزنس تناسب دماغك وتناسبك انت شخصيا. بص، انت محتاج تسأل نفسك كام سؤال كده. اول حاجة، ايه الحاجة اللي انا بعرف اعملها كويس؟ تاني حاجة، ايه المشكلة اللي الناس حواليا، جيراني، في الشارع، في الشغل، في مشكلة الناس بتعاني منها؟ او ايه الخدمة اللي ناقصة في الكوميونتي او في الشارع او في المنطقة السكنية اللي انا عايش فيها؟ هديك مثال. يعني مثلا انت شاطر في تنظيم الحفلات، اعمل سيرفيس تنظيم اعياد ميلاد وتكون اقتصادية، او اعمل خدمة بيت سيتنج او توصيل اكل حيوانات للمنازل مثلا. ده لو انت يعني بتحب الحيوانات. الفكرة مش لازم تكون عبقرية، فاهمني؟ المهم ان هي تكون مناسبة للسوق وسهلة انك تبدأ بيها ببادجت قليلة. رابع حاجة عايز اكلمك فيها بقى، ودي مهمة جدا جدا جدا، ايه موقفك القانوني لو فتحت بيزنس وانت موظف اصلا على كفالة شركة؟ في دبي الموظف يقدر يبني او يبدأ بيزنس باسمه حتى وهو موظف، وده بشكل قانوني جدا، بس لازم يراعي ويحط في دماغه كام نقطة اللي هكلمك فيهم دلوقتي. اول حاجة لازم تطلع رخصة تجارية، اللي هي انا اتكلمت فيها قبل كده، اللي هي الفريلانسر بيرميت او الاي تريدر لايسنس. والاتنين دول انا فرقت ما بينهم وعملت فيهم فيديو، روح اتفرج عليه لو انت ما شفتوش لحد دلوقتي، هيفيدك جدا. تاني حاجة، لازم تتأكد انك مش مخالف شروط العقد اللي انت ماضي عليه، اللي هو عقد العمل، لان اوقات عقود العمل بتحط شرط انك ممنوع تعمل سايد بيزنس جنب شغلك. لكن معظم العقود اللي موجوده هنا في دبي ما بتمنعكش انك تعمل سايد بيزنس او بيزنس جانبي جنب شغلك. في برضه بعض الشركات بتشترط عليك في عقودهم انك تاخد موافقتهم قبل ما تعمل بيزنس جانبي. فانا عايزك يا معلم لما تيجي تمضي عقد تقرا عقدك كويس جدا، ومن حقك ترفض او توافق، او على الاقل يعني تنيجوشيت او تتفاوض على الحته دي. ولو يا سيدي عندك في العقد حاجه بتمنعك من انك تبتدي البيزنس بتاعك جنب شغلك وهم مضوك على الشرط ده، اعمل البيزنس باسم مراتك او حد من قرايبك لحد بس ما تقف على رجليك. بعد كده خلاص يبقى البيزنس بتاعك كبره بقى وقدم استقالتك وركز في المشروع بتاعك. خامس حاجه هكلمك فيها وهي ازاي بقى توازن ما بين البيزنس بتاعك وما بين شغلك. ويا ريت لو انت وصلت للحته دي في الفيديو والفيديو عجبك، فما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان تشوف كل الفيديوهات اللي جايه. عشان توازن بقى بين البيزنس بتاعك ووظيفتك، هنا بقى التحدي الحقيقي في الوقت وفي الطاقه نفسها، في طاقتك في الشغل، لانك بتشتغل 8 ساعات 9 ساعات في اليوم وبتروح بقى في الزحمه والكلام ده كله، فانت طاقه ووقت الموضوع بايظ معاك على الاخر. بس لو حطيت نظام
كل حاجه هتمشي. يعني مثلا تقدر تخصص ساعه او ساعتين بعد الشغل تركز فيها على مشروعك وتبني فيه اللي تقدر تبنيه. استغل يا سيدي الويك اند، بدل ما تخرج ال3 ايام او تخرج اليومين، اخرج يوم واحد ويوم خصصه في انك تطور وتركز على شغلك. وانا لو مكانك، لو انت في البدايات، ولا ويك اند ولا وجع دماغ يا معلم، اقعد اشتغل على مشروعك، ده اللي هيسندك في المستقبل. خليك كونسيستنت، خليك دايما مستمر، يعني ما تقفش حتى لو ماشي بطيء، بس كمل، خليك مستمر دايما. استخدم ادوات ممكن توفر عليك وقت كتير، زي الاي اي مثلا، او اوتوميشن، او شيتات تكون جاهزه، او حتى يا سيدي مساعدين اونلاين تقدر تدفع لهم بس حاجات كده خفيفه ويساعدوك في البيزنس بتاعك. بص انا هقول لك على حاجه في الاخر عشان نخلص الفيديو ده. اللي عنده بيزنس في دبي بيبقى عنده حريه اكتر وفرص اكتر وتحكم في مصيره اكتر. وما تنساش ان لما الظروف تجبرك، ابدأ دايما وانت موظف، خد خطوات صغيرة وصدقني في يوم من الايام هتلاقي نفسك جاهز انك تسيب الشغل وتمشي بقى ورا حلمك وتركز في البيزنس بتاعك. واخيرا لو انت مهتم تعرف افكار تبدأ بيها بيزنس في دبي، اكتب لي في الكومنتات. ولو عايز نعمل لك فيديو مخصوص عن اجراءات فتح الرخصة، قول لي برضو في الكومنتات تحت. وما تنساش تعمل لي فولو على انستجرام، بصور فيديوهات كتير وبصور ستوريز كتير هناك عن المطاعم، عن الاماكن المشهورة في دبي اللي بزورها، فما تنساش تعمل لي فولو هناك. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.